في إحدى الغابات البعيدة جدا كان يعيش ذئب قوي، كان يحب الصيد والتفاخر بأنه يستطيع أن يصطاد أي حيوان يريده لأنه قوي. وفي يوم من الأيام قرر الذئب القيام في رحلة للصيد، وبعد ساعات من البحث بالغابة لم يجد أي شيء يأكله، فشعر بالجوع الشديد وراح بطنه يصدر أصواتا من شدة الجوع. وفجأة سمع صوتا يصدر من وراء شجرة قريبة منه. لم يستطع الذئب رؤية ماذا يوجد خلف الشجرة، لذلك اقترب بحذر شديد. وعندما وصل إلى الشجرة وجد قنفذا صغيرا جدا يبحث بين أوراق الشجر عله يجد شيئا يأكله. عندها قال الذئب: هذا قنفذ صغير، لا بد أن طعمه لذيذ، سوف آكله الآن، فأنا أستطيع أن أصطاد أي شيء. أما القنفذ الصغير فقد خاف بالبداية من الذئب المفترس، لكنه رغم ذلك قرر الدفاع عن نفسه، وكان ذكيا شجاعا. وعندما اقترب الذئب منه بدأ القنفذ بالدوران حول نفسه حتى أصبح كالكرة. وعندما بدأ الذئب بمهاجمة القنفذ انتفض بوجهه وأصابت شوكة حادة وجه الذئب. أصيب الذئب بالألم ثم تراجع قليلا وعاد وكرر المحاولة، لكنه أصيب أيضا بشوكة من القنفذ الصغير وراح يتألم بشدة. عندها قرر الذئب التراجع ولم يرغب أن يتعرض للشوك مرة أخرى، فترك القنفذ وابتعد عنه وقرر أن يبحث عن طعام آخر. وقال بنفسه: لقد كنت ذئبا مغرورا، فأنا حتى لم أستطع أن أصطاد قنفذا صغيرا، يا لي من ذئب مغرور، فأنا لست دائما الأقوى كما كنت أعتقد. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أعزائي. إلى اللقاء.